تمام، في الفيديو ده بقى نتكلم على المراحل او stages بتاعت الكاستمر فاليو جيرني. احنا قلنا اول حاجه الاويرنس، الوعي والادراك. الوعي والادراك انه العميل لابد يكون aware of your business وان انت exist، عارف البيزنس بتاعك طبيعته ايه، nature of your business، يعني طبيعه البيزنس وان انت موجود. ما لو مش عارف ان انت موجود مش هيشتري منك اكيد. دي اول حاجه. حاجه تانية لازم يكون عارف ايه الادفانتجز او مميزات اللي انت هتديها له. وطبعا nature of your business انك خدمي ولا انتاجي، يعني بتقدم خدمه ولا منتج، وايه الكاتيجوري او الفئه بالظبط اللي بينتمي اليها المنتج او الخدمه دي. الحاجه الثانيه لازم يكون عارف البرايس، السعر. لازم يكون عارف الادفانتجز، انت مميز عن الاخرين في ايه، يعني اختارك انت دونا عن الاخرين ليه. ايه الادد فاليوز او القيمه اللي هتضاف اليا لما انا اشتري منك المنتج او استهلك الخدمه دي. فدي اول حاجه خالص. واللوكيشن طبعا، الاوتلتس مثلا، المنافذ اللي ممكن من خلالها اشتري المنتج ده. عمليه الادفرتايزنج او الاعلان والبروموشن في المرحله دي مهمه جدا عشان تقدر توصل للعميل كل المعلومات دي. فدي عمليه الاويرنس او الوعي والادراك. ندخل نمبر 2 هو الانجيجمنت. انت عايز العميل يرتبط بالبزنس بتاعك بشكل ما، يعني يكون ليه نوع من انواع المساهمه او مشاركه، بيشارك في البزنس بشكل ما. هنعرفها ازاي بالظبط. هي فكره ال two way communication، فكره ان لابد يكون في نوع من انواع الانتراكشن او التفاعل ما بين البزنس والعميل، من خلال يكون في conversation او حوار مستمر ما بين الطرفين، او ال two way communication لسه بنقولها، انه البزنس sends him messages، يعني بيرسل له رسائل، وفي نفس الوقت العميل responds in return، بيستجيب في المقابل. وفي نفس الوقت لازم ان انت كبزنس تدي فرصه للعميل ان هو يعبر عن الاوبينيونز بتاعته او ارائه، ان هو يطرح suggestions او اقتراحات او مقترحات معينه، وان هو post reviews و comments، يعني يبقى عنده مراجعات او تعليقات يقدر ان هو يضيفها. submit complaints، لو عنده شكاوي ان هو يقدر يعرضها و should be taken seriously. طبعا لابد ان يتم الاستجابه في response، وانها يتم اخذها على محمل الجد بجديه يعني، وما يحصلش any kind of neglect او اي نوع من انواع اهمال الكومبلينتس او الشكاوي دي. لحد كده مرحله الانجيجمنت بتخلي شخص more satisfied او مرضي اكتر. ده بقى بيدخلنا في نمبر 3، انه في مرحله السبسكرايب، التسجيل او السبسكريبشن، يعني ابتدي يسجل بياناتك عندنا على الصفحه علشان نقدر ان احنا to contact you again in the future، نقدر نتواصل معاك مره تانية في المستقبل. يعني مثلا في offers، في عروض اقدر ابعتها لك، personalized messages او رسائل هترسل اليك مخصوص عشان انت اظهرت نوع من انواع الاهتمام بالمنتج او الخدمه اللي احنا بنقدمها، فانا محتاجه الكونتاكت انفورميشن. طيب دي نمبر 3. نمبر 4 بعد كده هي عملية ال conversion أو التحول. العميل بيتحول في دي من حال إلى حال. البيزنس بيحاول convert him إن هو يبقى عنده نوع من أنواع commitment أكتر أو الالتزام أكتر اتجاه البيزنس، عشان يبقى loyal بعد كده، أو يبقى عنده حاجة اسمها customer loyalty أو ولاء العميل في المستقبل. يعني أنت بتفضل البيزنس ده عن أي بيزنس آخر. فعشان تقدر توصل للمرحلة دي لازم تدي offers كتير قوي، ومثلا discounts، تخفيضات، just a free items، like مثلا انه يعني you buy one and get one free، انت هتشتري واحد وهتاخد واحد تاني مجانا على الفري ايتم. الاوفرز مهمه جدا في المرحله دي عشان يحصل عمليه الكونفرجن ويبقى عنده ولاء ليك انت عن الاخرين، ويبتدي يشو just actions او ان هو يظهر افعال ممثله في purchasing behaviors او سلوكيات شرائيه. ما انت عايزه يبتدي يشتري، مش مجرد يظهر اهتمام بس. لا خلاص، خلصنا المرحله دي، مرحله ان انت بتظهر اهتمام وان انت سجلت البيانات، ابتدي اشتري بقى. الحاجه الثانيه انه البيزنس بيكون عايز يحافظ على العميل، فبيقلل حاجه اسمها customer turnover. customer turnover دي هي عباره عن percentage او النسبه المئويه اللي البيزنس ممكن يفقدها within specified time، يعني just within specified time بيبقى فيه، او في خلال فتره زمنيه محدده بيكون في نسبه مئويه ممكن البيزنس يفقدها من العملاء. هو بيحاول يقلل النسبه دي بقدر المستطاع، فبيحاول يحافظ على العملاء بتوعه. طيب خلصنا مرحله الكونفرجن، هندخل في مرحله نمبر 5 ودي مهمه قوي، excitement. عايزه يبقى more excited، يبقى متحمس اكتر، فهي will give more offers، هتدي عروض اكتر. ومش بس كده، هتضطر تعمل حاجه unexpected غير متوقعه بالنسبه له عشان يبقى more satisfied و more excited، متحمس اكتر. زي مثلا like اوكي، في electronic device، انت حضرتك لو اشتريت مننا الجهاز الالكتروني ده، فهنديك مثلا just free maintenance for a year، هنديك صيانه مجانا لمده سنه، هنديك membership او
عضوية في أي شيء معين، أو مثلا هنبتدي to invite you to some events، هندعوك ل events إن حضرتك تحضر معانا social events، أحداث اجتماعية، sport events، أحداث رياضية، أي نوع من أنواع ال events. الحاجات دي بتخليهم just more excited. خلصنا المرحلة دي، هندخل مرحلة الأساند. الأساند دي بيرتفع فيها حاجتين، الأوفرز العروض، وفي المقابل بترتفع سيلز أو المبيعات أكتر. ف this is the right time to give more offers. ده الوقت المناسب ان انت تدي عروض اكتر، عشان هنا هتبتدي تفكر بقى في ان انت خلاص هتبتدي تحقق future profits، ارباح مستقبليه. في المرحله بتاعت just future profits او الاوفرز دي، انت هتقدر انك spend more money، تصرف فلوس اكتر، هتقدر ان انت spend more time، ان انت تستهلك وقت اكتر في انك تحط strategies ترضي بيها العملاء، وكمان exert much efforts، هتبذل مجهود اكتر. فدي عمليه انفاق كامله في المرحله دي من الوقت والمجهود والمال كمان، بس اضمن انه الى حد كبير هتبتدي تحقق الفيوتشر بروفيتس. هندخل بعد كده للي وراها اللي هي الادفوكيت، انه العميل يبتدي يحاول يكون مؤيد او مناصر ليك. دي مختلفه عن اللي وراها على طول، الستيج الاخيره اللي هي بروموتر، او ان هو يكون مروج. الفرق ما بينهم الادفوكيت مش هيروح يعمل بروموشن او ترويج ليك ما بين اصحابه ومعارفه كده، لا، بس اذا اتسأل عنك يعني he will talk about you just positively or favorably، يعني هيتكلم عنك بشكل ايجابي او بشكل جيد وملائم. لكن لوحده يعمل بروموشن لا، ده مجرد ادفوكيت. لكن البروموتر هيعمل كده، بس في نوعين من انواع البروموشن زي ما قلنا قبل كده، في اللي هو positive word of mouth، اللي هو بيروح لوحده يتكلم بشكل ايجابي، بيسموه positive word of mouth marketing على السوشيال بلاتفورمز، اي حاجه ما بين اصدقائه واصحابه ومعارفه، عشان هو مرضي جدا بالبزنس بتاعك او المنتج او الخدمه اللي بيجيبهم من عندك تلقائيا، يعني غير مدفوع من قبل شخص ومش بمقابل اي شيء. لكن النوع التاني مختلف، لانه بيبقى ريفيرال ماركتنج، بيبقى انت اللي طالب منه ان هو يعمل البروسيس دي او العمليه دي، ان هو يبتدي يعلن ويروج، بيبقى في مقابل انسنتيف او حافز ومدفوع من قبل البزنس نفسه. شكرا.